السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد. معكم قناة أفكار ميرو. النهاردة هنعمل مع بعض صينية السعادة، حاجة كده في منتهى الجمال. صينية الزنقات بأي مكونات في التلاجة كده تعملي القمر التحفة اللي انتوا شايفينه. مكوناتها بسيطة ومتواجدة في كل بيت، وحاجة كده في السريع. هقولك على البدايل اللي ممكن تستخدميها في الصينية بتاعتنا. مكوناتها سهلة ومقاديرها بسيطة، وطريقة تحضير مفيش أسهل من كده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على حضرة النبي العدنان، ونشوف مكوناتنا السهلة الجميلة للصينية القمر دي بتاعت الزنقات التحفة. شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو، تنفع للفطار، تنفع للغدا، تنفع كمان للانش بوكس للأولاد. حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونشوف مكونات الوصفة بتاعتنا ايه، والشكل القمر اللي انتوا شايفينه كده، وكمان الطعم هيعجبكم جدا. هنا حبيبتي سميت الله وجبت الطبق اللي انا هبدأ اشتغل فيه. اول حاجة معايا كوباية من اللبن، لبن كامل الدسم، ومعايا كمان نص كوباية من الزيت. ينفع كمان تستخدمي مكانها زبدة او سمنة، بس الزيت هيكون خفيف جدا في الوصفة بتاعتنا. وبعد كده هبدأ اضيف 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده يا حبيبي هنبدأ نحط التوابل اللي هتدينا طعم وتدينا مذاق حلو جدا للصينية اللي معايا معلقة من الثوم البودرة، معلقة صغيرة، ومعايا معلقة كمان من البصل البودرة، ومعايا يا حبايبي نص معلقة من الشطة، وكمان اقل من النص لو مش بتحب الحراق بلاش منها خالص. وكمان معايا نص معلقة من الفلفل الاسود طبعا عشان البيض. ومعايا يا حبايبي معلقة كده من الملح. زي ما انتوا شايفين كده مكوناتنا سهلة وبسيطة ومقدرنا متواجدة في كل بيت. ومعايا نص معلقة من البابريكا، ولو مش حابة اللون ممكن تستغني عنها. دي كانت معلقة الملح. احط البابريكا ودي تكون اخر تتبيلة معانا. واقلب كل التوابل معايا كويس جدا مع البيض مع اللبن مع الزيت اللي احنا ضفناه. اخلي كل المكونات السائلة دي تندمج كويس جدا مع بعضها زي ما انتوا شايفين. وما ننساش طبعا احنا واقفين في مطبخنا او بنعمل اي حاجة نسمي الله دايما ونصلي على حضرة النبي عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا ويبارك لنا في اللي بنعمله. زي ما انتوا شايفين كده دي المواد السائلة، مش هضيف اي مواد سائلة تاني معايا خالص. ومعايا كوباية ونص من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ومعايا معلقة من البيكنج باودر، معلقة برضو صغيرة مليانة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش هكتر البيكنج باودر خالص، هي معلقة صغيرة. واقلب كل المكونات مع بعضها كويس جدا. انا حطيت هنا حبايبي كوبايه وربع من الدقيق، وخليت شويه بس اشوف قوام العجينه. لو احتاجت دقيق تاني اضيف، ما احتاجتش خلاص. وهقول لكم انا استخدمت قد ايه دقيق بالظبط، واقول لك القوام المناسب اللي هيكون للعجينه اللي معانا دلوقتي. ريحتها جميله جدا. شايفين ما شاء الله وصفتنا سهله ولذيذه، كبار وصغيرين هيحبوها. فيها مكونات كمان صحيه جدا للاطفال. هنا حبايبي خلاص احط كده معلقه من الخل. الخل من مواد الرفع والمحسنات للمخبوزات، حلوة جدا. بس كده زي ما انتوا شايفين هبدأ كده اضيف بقى كمية الدقيق اللي معايا. كده خدنا كوباية ونص بالتقريب بالظبط. اهو بضيفها شوية بشوية، مش بحط كمية الدقيق. انا مش عاوزة العجينة معايا تتقل، عاوزة لها قوام مناسب، وعاوزة كمان قوامها ما يكونش خفيف ولا يكونش تقيل قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا حبايبي. القوام اتقل من الكيكة بشوية. المخبوزات اللي هنحط فيها حاجات تترفع لازم تكون القوام بتاعها تقيل، لكن لو قوامها خفيف الحاجات هتقتل فيها او الخضار هيقتل فيها من جوه ومش هترفع معاكي ابدا. شايفين كده ما شاء الله القوام مناسب جدا. بعد خلاص ما ظبطنا العجينة كده هنبدأ نضيف الخضار اللي معايا نص كوباية من الزيتون، ومعايا كمان كوباية كده من الفلفل الالوان، حبة من الفلفل الالوان اخضر وحبة اصفر، ومعايا طماطمية مبشورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا هنا حبايبي صدر فرخة كان مسلوق عندي، قطعته شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وهقلبه على كل الخضار اللي معايا. شايفين الجمال؟ قلتلك بقى التلاجة هتعملي احلى وصفة. خدي الفكرة وحطي اي حاجة عندك في البيت انت تحبيها او ولادك يحبوها. ومعايا كده ميكس جبنة شيدر على جبنة موتزاريلا، وهقلب كل المكونات دي مع بعضها. يا سيدي على الجمال بقى والفايدة العالية، بيض ولبن وجبنة ما شاء الله، وكمان فلفل الوان، وكمان طماطم، وكمان الفراخ. حاجة كده تبارك الرحمن، مفيش اجمل ولا اسهل من كده. حلوة وسهلة ولذيذة جدا. بعد ما خلطنا كل المكونات مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه، هجيب صينية تكون مدهونة كويس بالزيت
بالشكل اللي انتوا شايفينه كده حبايبي. احط بس معلقه كبيره كده من الزيت وبعد كده اوزعها كويس في الصينيه. الصينيه اللي استخدمتها دي مقاس 30. ممكن كمان تحطي ورقه زبده لو حابه. دهنه الزيت هنا هيخلي الصينيه تحمر من تحت ويكون شكلها حلو جدا. هنا هنبدا كده نجيب العجينه اللي معانا بالخضار. يا سيدي على الجمال، تقولي بيتزا احلى من البيتزا 100 مره. زي ما انتوا شايفين كده هنزل كل المكونات اللي معايا، الوانها حلوه جدا كده ومبهره وتفتح النفس. هوزع بقى كل المكونات اللي معايا كده يا حبايبي كويس جدا. الصينيه اللي انا مستخدماها صينيه مقاس 30 حجم متوسط. هوزع كده بالشكل ده وبعد كده ابدا اسويها، اخبطها خبطتين كده على الرخام عشان تتسوى معايا. الوانها تحفه، شكلها حلو جدا وكمان ريحتها تجنن. هنا بقى عشان الوش هجيب كده حبة من الجبنة الموتزاريلا، وممكن تستغنى عنها وبرضه هتكون جميلة جدا. حبة كده جبنة موتزاريلا عشان تكون كاملة متكاملة كده ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني مفيش احلى ولا اجمل ولا اسهل من كده. ممكن كمان تستغنى عن الجبنة الموتزاريلا وتحطيها في الفرن، هتبقى برضه جميلة جدا. هنا كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 250 وبعد كده هديها على درجة حرارة 200 واسيبها تاخد تلت ساعة في الفرن وتطلع شكلها قمر ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين الجمال؟ حبيت كده احط كل الجبنة اللي معايا عشان تبقى قيمتها الغذائية عالية. مفيش ولا اسهل ولا اطعم ولا اجمل من كده. يا سيدي على الجمال. شايفين ريحتها بقى؟ خربت الدنيا كده حاجة كده في منتهى الجمال، سهلة وسريعة اقتصادية جدا بأي مكونات موجودة في البيت. ممكن تعملها بخضار بس، خضار ولانش وجبن. حاجة كده في منتهى الجمال، صحية جدا. القطعة منها قيمتها الغذائية عالية زي ما انتوا شايفين كده، شكلها يفتح النفس. يا سيدي على الجمال وعلى الريحة وعلى الطعم. جربوا الخطوات بالطريقة دي هتعجبكم جدا. بأي مكونات موجودة في التلاجة عندك هتجربوا الوصفة على أي طريقة هتعجبك. بس في الآخر هتطلع حاجة كده صحية جدا، حاجة كده مشبعة للأولاد جميلة. بس الأفضل إنك ما تقطعهاش هي وسخنة زي ما أنا عملت كده. سيبيها تبرد خالص وبعد كده قطعيها علشان تبقى قطع متماسكة، عشان الجبن لسه سايحة فيها. يعني احنا ما شاء الله حاطين فيها كمية جبن حلوة جدا زي ما انتوا شايفين كده. لونها ما شاء الله تبارك الرحمن، والقوام بتاعها ممتاز جدا، والريحة ما شاء الله الله أكبر. شايفين لونها حلو ازاي؟ طعمها ما شاء الله جميل جدا. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم والفكرة تكون عجبتكم. اهم حاجة طبعا تكون استفدت مني اي حاجة النهاردة من الفيديو. ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع معنوياتي. كده اقدر لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. سلام.